المعاهد الفنيه الصناعيه هي الخطه البديله لاي طالب دبلوم او اي طالب ثانويه عامه ما ظبطش معاه الموضوع في المجموع وحابب يدخل كليه الهندسه. في الفيديو ده هعرفك كل حاجه عن المعاهد الفنيه الصناعيه والتخصصات بتاعتها وطبيعه الدراسه، وفي مفاجاه ليك في اخر الفيديو. بس محتاج منك حاجه صغيره قبل ما نبدا الفيديو، محتاجك تعمل سبسكرايب في الشانل ولايك الفيديو عشان اعرف كام واحد يتفرج على الفيديو، وتحضر معاك كوبايه الشاي بتاعتك ويلا بينا. يا هلا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. انا عارف ان انت جاي من الدبلوم او جاي من الثانويه العامه وكان نفسك تدخل كليه الهندسه، والفيديو ده يعتبر هيرسيك على كل حاجه خاصه بالمعهد وهيديك شويه بوزيتيف انرجي كده تكمل بيهم. وفعلا انا هقول لك على وصف المعهد الحقيقي من غير اي بقى تنظير ومن غير اي طاقه سلبيه ومن غير اي كلام سلبي على الفاضي. في الفيديو ده هنتكلم عن مقدمه عن المعهد ومجموع المعهد وشروط الالتحاق ومده وطبيعه الدراسه وتخصصات المعهد وملخص الفيديو ونصيحه طبيه في اخر الفيديو. اول حاجه كده مقدمه عن المعهد. اولا المعهد الفني الصناعي هو مؤهل فوق متوسط بندخله بعد الثانويه العامه او بعد الدبلوم بكافه انواع الدبلوم. احنا عندنا كذا نوع من انواع الدبلوم، الانواع دي بتخرجنا على المعهد الفني الصناعي علشان خاطر لو احنا حابين ندخل كليه الهندسه ندخل كليه الهندسه من خلال المعهد. وكمان عندنا طلبه الثانويه العامه من شعبه العلمي علوم وعلم رياضه مسموح ليهم ان هم يدخلوا المعهد. طبعا الادبي مش مسموح ليه ان هو يدخل المعهد. فالمعهد الفني الصناعي يعتبر بلان بي او الخطه البديله للطلبه دي علشان خاطر يحققوا هدفهم في دخول كليه الهندسه. وطبعا نبهنا كذا مره ان الهدف ده يكون هدفك انت وغايتك انت، مش حاجه مأثره عليك او حاسس بمقارنه مع حد عشان كده عايز تدخل كليه الهندسه، او ممكن تكون شايف النجاح من كليه واحده. فانا هنا بقول لك خلي بالك علشان خاطر انت ممكن ما تكونش حابب الهندسه في حد ذاتها، ولكن حابب تكون ناجح من وجهه نظر الناس، واتكلمنا عن الحته دي في الفيديوهات اللي فاتت. عارف ليه بقول لك كده؟ بقول لك كده علشان خاطر شفت كذا مثال بعد ما دخلوا كليه الهندسه اكتشفوا ان الموضوع صعب عليهم وفعلا بيخرجوا بره الكليه بعد ما بيكونوا حققوا حلمهم ودخلوا من المعهد او دخلوا من المعادله ودخلوا الكليه لقوا الموضوع صعب عليهم. فهنا انا بقول لك لو انت فعلا بتحب كليه الهندسه ومحضر نفسك ليها يلا بينا. وعايزك تركز معايا قوي في اخر حته اللي هي نصيحه عبيه، عشان في حاجه كده صغننه مستخبيه عايز اقول لك عليها عن المعهد. فانا هنا بس مش مجرد حد بديك ريفيو عن المعهد، ولكن بحكي لك من تجربتي. انا كنت خريج معهد فني صناعي، فاحكي لك كل حاجه حصلت في تجربتي. المذاكره كانت ازاي، الكورسات كان ازاي، التحضير كان ازاي، الامتحانات كانت عامله ازاي، وهقول لك كل حاجه تجتنبها في فتره المعهد، وهقول لك حاجه تعملها علشان خاطر تطلع بالهدف اللي انت عايزه. وفي الجزء ده في الفيديو خلينا نتكلم عن مجموع المعهد وشروط الالتحاق بالمعهد. طبعا الشروط اغلبنا يكون عارفها، ان انت تكون خريج دبلوم او خريج ثانويه عامه او خريج اي مؤهل بيدخلك على المعهد على حسب مكتب التنسيق، والمجموع بيكون من 72% لحد 75%، هو بيتراوح من الحته دي. وهحط لك تحت في الديسكربشن سنين كتير لورا، احط لك مثلا من اول سنه 2021 علشان خاطر تعرف المجاميع كانت عامله ازاي وتبدا تحضر نفسك. وزي ما قلنا في المقدمه ومحتاج اقول تاني ان المعهد بيقبل طلبه الدبلوم بكافه انواعه، وكمان بيقبل طلبه الثانويه العامه من الشعبه العلميه رياضه وعلوم، ولكن مش بيقبل طلبه الثانويه العامه من الشعبه الادبيه. وفي الجزء ده من الفيديو هكلمك عن مده وطبيعه الدراسه داخل المعهد. وسنين الدراسه بالمعهد بتكون سنتين، وعايز اقول لك ان السنه الثانيه هي السنه التوب، يعني تخلي بالك قوي في سنه ثانيه. انت عندك في كل ترم 7 مواد، 7 و7 14 ماده يتحفظوا بعينك ويتحطوا في دماغك علشان خاطر تجيب المجموع اللي انت عايزه. بركز عليك قوي في الحته دي انك تاخد الكورسات بتاع كل ماده علشان خاطر تتقن الماده، لان انت ما عندكش فرصه ثانيه. مش معنى ان انت ما عندكش فرصه تانية انك مش هتنجح، لا، انت عايز تدخل دلوقتي كليه الهندسه، فبالتالي ما عندكش فرصه تانية بعد المعهد انك تدخل كليه الهندسه، فبالتالي لازم تبذل مجهود وتعمل كل الاحتياطات بتاعتك علشان خاطر تجيب الدرجات اللي انت عايزها. وهنا عايز انبهك لحاجه مهمه جدا، سنه تانية هي السنه التوب زي ما انا قلت لك، بس انت محتاج تجيب فيها، يعني انا في سنتي اللي دخلوا هندسه كانوا من 95%، فانا محتاج اقول لك انك لازم تبذل مجهود، ومحتاج تبذل مجهود كويس جدا علشان خاطر تعرف تخش الكليه، لان ممكن يحصل في السنه بتاعتك تقلبات في المجموع وتقلبات في التنسيق. فانت محتاج عشان خاطر تكون في الامان تجيب مثلا 96% علشان خاطر تكون حاسس ان انت تمام وكل امورك كويس. فانت محتاج تنقص عدد درجات معينه وتعمل عدد
اخطاء صغيره في الامتحانات كلها عشان خاطر تكون ضامن انك تجيب مجموع معين. نيجي هنا بقى للكلام عن تخصصات المعهد يا حلوين. تخصصات المعهد متنوعه وحلوه، في منهم تخصص كده تحفه للناس اللي كانوا بيدرسوا عماره في الدبلوم. احنا عندنا في المعهد 3 شعب، وكل شعبه فيهم بيضم تحتها شويه تخصصات. يعني مثلا عندنا الشعبه الميكانيكيه والشعبه الكهربيه والشعبه المدنيه المعماريه. فاحنا دلوقتي الشعبه الميكانيكيه فيها تخصص تشغيل وتشكيل المعادن، تكنولوجيا التبريد والتكييف، تكنولوجيا الالات الزراعيه، ميكانيكا سيارات، ومعدات زراعيه. اما الشعبه الكهربيه بيكون فيها شبكات والات كهربيه والاجهزه الالكترونيه والحاسبات والشبكات. اما الشعبه المدنيه المعماريه بيكون فيها تخصصين، اول تخصص وهو تكنولوجيا البناء والتعمير، تاني تخصص بيكون تكنولوجيا العماره. وهنا بقى في خبر حلو لطلبه الدبلوم تخصص عماره، لو هم دخلوا المعهد تخصص عماره برضو ليهم بعد ما يتخرجوا من المعهد كلية فنون جميلة قسم عمارة من مجموع قليل جدا اللي هو كان 75% على السنة بتاعتي سنة 2020. فكده ممكن يخش كلية الهندسة من مجموع قليل جدا جدا ويخرج خالص بره التصنيف بتاع ميكانيكا وكده والدوشة اللي فوق دي. فهو هنا هيجيب مجموع قليل جدا في المعهد وهيخش كلية فنون جميلة قسم عمارة 5 سنين ومعاه كارنيه نقابة وهيكون خريج هندسة طبيعي خالص. وهنا عايز اقول لك على حاجه ليها علاقه بالتخصصات. طبيعه التخصصات بتكون يعني انت حابب ايه، انت حابب تكمل في ايه، انت حابب تشتغل في ايه. فالموضوع هنا الحب هو اللي بينتصر، هو اللي بيقول ان انت حابب التخصص ده ولا لا، هو اللي بيقول انك قادر تشتغل في التخصص ده ساعات طويله، فانت كده بتحب التخصص ده لانك بالع له التعب اللي انت بتلاقيه لما بتشتغل التخصص ده، ودي علامه انك بتحب التخصص ده وبتحب تكمل فيه شغل. نيجي هنا يا شباب بقى لملخص الفيديو. احنا اتكلمنا عن المعهد الفني الصناعي، في معاهد تانية طبعا المعهد الفني التجاري والمعهد الفني الزراعي، ولكن هنا احنا بدأنا بالمعهد الفني الصناعي لان هو ليه الاولويه وليه عدد كبير من الطلبه، فحبينا نبدا بيه هو الاول في البلاي ليست. هنا اتكلمنا ان المعهد الفني الصناعي بيكون سنتين، واهم سنه بتكون السنه الثانيه علشان خاطر السنه الثانيه هي اللي بتحسب عليها المجموع. وهنا باكد لك انك انت لو انت جبت المجموع بتاع كليه الهندسه اللي هو 96% مثلا فيما فوق، تخش كليه الهندسه مستريح البال وكل امورك تمام، لانك انت فعلا هتكون تعبت في خلال السنتين دول. ونبهنا برضو ان المعهد محتاج تبذل فيه مجهود ومحتاج تدخل الكورسات بتاعت كل ماده، اللي انت هتلاقي في كل معهد كورسات معينه لازم تاخدها. محتاج تركز قوي على الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت علشان خاطر تتخرج من المعهد بالمجموع اللي انت عايزه. ونبهنا ان دي الفرصه الاخيره ليك، مش الاخيره بالنسبه للعالم او بالنسبه للنجاح، مش ان جنرال يعني، ولكن اخيرا ليك انك تدخل كليه الهندسه وتكون جامعه حكوميه، علشان خاطر طبعا في ناس مننا مش عايزين يدفعوا المصاريف او في ناس مننا مش عايزين يخشوا جامعه خاصه، ولكن هنا دي تكون اخر فرصه عشان خاطر تلتحق بجامعه حكوميه، فمحتاج تشد حيلك وما تضيعش الفرصه دي من ايديك. وقلنا برضو ان شروط القبول بتكون بتبدا من 72% لحد 75%، يعني هي بتبدا من ممكن تبدا من 73، ممكن تبدا من 74. وقلت لكم ان انا هحط لكم تحت لينكات من اول سنه 2021 عشان نعرف نتراك درجات دخول المعهد. وقلنا ان المعهد بيقبل من طلبه الدبلوم بكافه مؤهلاته وبكافه انواعه، وبيقبل طلبه الثانويه العامه من الشعبه العلميه علوم والشعبه العلميه رياضه، ومش بيقبل طلبه الشعبه الادبيه. كده احنا اتكلمنا عن كل حاجه تخص المعهد وتخص ملخص الفيديو. نيجي هنا بقى للحته بتاعه نصيحه عبيه، والحته اللي انا كنت عايز اقول لكم عليها في اخر الفيديو. انا عايزك تركز كويس قوي قوي على نسبة الحضور، وتركز كويس قوي على اعمال السنة بتاعتك، وتركز كويس قوي على امتحانات السنين اللي فاتت، وكمان تركز قوي 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 على الكورسز اللي بتتاخد من قبل المعيدين في المعهد. يعني المعيدين بيكونوا عاملين كورسز عشان خاطر يشرحوا لكم المادة كويس ويشرحوا لكم المادة اكتر للي عايز استفاضة، فانت محتاج تحضر الكورسز دي علشان خاطر تستعين بخبرتهم وبعلمهم في الماده دي اكتر عشان خاطر تضمن انك تجيب المجموع اللي انت محتاجه. وفي الفتره دي يا صديقي انت محتاج تكون مركز مع نفسك قوي، وتبعد عن اي حد يعني نفسيته ممكن تحبطك او اي حد سلبي، لان في الفتره دي انت مش هتكون فاضي حتى تكلم نفسك، لا انت بتكون مركز في اللي انت عايز تعمله، وبعد عن اي حد ممكن يحبطك، وبعد عن اي حد ممكن يكون بيديك طاقه سلبيه. انت في الوقت ده محتاج تكون لوحدك. لو انت معاك صاحب هيساعدك دي حاجه حلوه جدا جدا، مش معاك او هو هيجرك لورا وهيقعد بقى يقول لك ان مفيش امل، احنا مش هنعرف نعمل كذا، يا عم احنا دبلومات، يا عم الكلام ده كله
فارغ ومالوش اي اساس من الصحه. فانت محتاج تركز على اعمال السنه بتاعتك، محتاج تركز على الحضور بتاع الكورسز، محتاج تحضر مع كل المعيدين وتفهم منهم كويس قوي، وتلخص المواد وتبص على امتحانات السنين اللي فاتت عشان خاطر تدخل كليه الهندسه اللي انت عايزها. وان الحته اللي انا كنت بقول لك عليها انك انت لو درست لغه المانيه واتخرجت من المعهد ليك ان انت تسافر تكمل بره على الكليه على طول في المانيا. يعني طلبه المعاهد لو درسوا سنه واحده بس معهد ليه ان هو يدخل يقدم على المنح في المانيا ويخش كليه الهندسه، بس بشرط انك تكون بتتكلم اللغه. فهنا دي بشرى انا ما كنتش اعرفها، انا ما كنتش اعرف كده. كل المؤهلات التانية هتحتاج تعمل سنه تحضيريه، الا انت سنه المعهد كانك عملت السنه التحضيريه وبتسافر بره على طول تدخل كليه الهندسه. وفي ناس وامثله حقيقيه عملت كده وسافروا، بس اهم حاجه تكون بتتكلم الماني يا صديقي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتكلمت عن كل حاجه تخص المعهد الفني الصناعي، السنين بتاعته، تعمل فيه ايه، المجموع بتاعه، نصيحه عقبال اللي قلتها لك في اخر الفيديو علشان خاطر تكون محيط بكل حاجه تخص المعهد ومحيط بكل حاجه هتقابلك عشان خاطر ما تتصدمش في واحده فيهم. وبتمنى يكون الفيديو عجبك يا صديقي، واتمنى تعمل سبسكرايب في الشانل وتعمل لايك للفيديو عشان اعرف كام واحد مجتهد من طلبه الثانويه العامه او من طلبه الدبلوم اتفرج على الفيديو وعايز يجري ورا الحلم بتاعه، وتعمل شير مع زمايلك لو لقيت الفيديو مفيد. وابشر يا صديقي.